التناسي تمثيلية غبية نمارسها على الآخرين كي نثبت لهم أننا الأقوى والأقدر على النسيان. إنها تجربة بطيئة ومملة من أجل اختراع النسيان، لكنها في معظم الأحيان تنجح. لا بأس لنتألم قليلا عند الفراق أو حتى كثيرا ولنصرخ بصوت مرتفع، ولكن لماذا لا نعتبر هذه الصرخة صرخة الميلاد ونحاول استقبال الحياة من جديد؟ حين تغيب شمس أحلامكم لا تنتظروا شروق شمس جديدة، فقد تتأخر عليكم كثيرا، وحاولوا أنتم أن تبحثوا عنها خلف غيوم الأيام كي لا تضيع سنواتكم في ظلمة الانتظار. لسبب ما خسرناهم ورحلوا، فأظلمت الدنيا في أعين قلوبنا وضاق الوجود بنا، ونعلم جيدا أنهم لن يعودوا يوما. إذن فلنحاول أن نضيء النور مرة أخرى، وهذا الطريق يذكرنا بهم. فهل نهجر الطريق الذي شهد يوما فرحة لقائنا بهم، أم نزرع في الطريق وردة حمراء ونقول له بامتنان: أيها الطريق؟ ترى هل حاول أحدكم وهو عائد إلى نفسه بعد أن شيع جثمان حلم من أحلامه الجميلة أن يمسح دموع قلبه ويقبل رأسه في المرآة ويردد بينه وبين نفسه: اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها؟ إذا كسرتك الأيام يوما فحاول أن ترمم نفسك بنفسك، ولا تمنع نفسك عند إحساسك برغبة في البكاء، فقدرتك على البكاء نعمة يحسدك عليها أولئك الذين تبكيهم ولا يشعرون. عند الألم نطرق كل أبواب النسيان، فالبعض يبكي كي ينسى، والبعض يضحك كي ينسى، والبعض ينام كي ينسى، والبعض يتحدث بصوت مرتفع كي ينسى، والبعض يصمت كي ينسى، والبعض يخون كي ينسى، وهو أسوأ أنواع المحاولات، لأنه بداية الألم وليس نهايته. تذكروهم بدفء وحميمية، ولا تحصوا وجوههم كما يحصي البخيل دنانيره ودراهمه، كي لا تصابوا بالإحباط عند اكتشاف إفلاس قلوبكم من تلك الوجوه. وحاولوا أن ترسموا وجوههم في دفاتركم كالحكايات الجميلة، واسردوها على قلوبكم قبل النوم. إذا كان ماضيك أسودا أو مؤلما فحاول أن تحذفه من تاريخك نهائيا، وتنكر له قدر استطاعتك، وعش بلا ماضي، ولا تصدق أن الذي ليس له ماضي ليس له حاضر أو مستقبل، فالحاضر والمستقبل يكونان أجمل وأفضل لو أنك تخلصت وأعلنت براءتك من ماض سيء.